تعال اعرفك ازاي تختار تخصصك في كليه حاسبات ومعلومات. صلي بينا على النبي. الموضوع ده له طريقتين ملهمش تالي. الطريقه الاولى واللي 3/4 الشعب بيستخدمها هو انك تدور على اكتر مجال بيجيب فلوس وتخشه. ده مش غلط، بس الطريقه دي لها اضرار كتير. اما بقى الطريقه الثانيه وهي الطريقه اللي انا استخدمتها واللي هقول لك على تفاصيلها كلها، بس بعد ما اقول لك ايه هي اضرار الطريقه الاولى. اول مشكله هتقابلك لو انت اخترت بالطريقه الاولى دي هو انك ممكن تختار مجال وما تحبوش، ما يعجبكش، فبالتالي هتسقط فيه لا قدر الله يعني. ولو لا قدر الله ده حصل فانت كده هتبقى ضيعت على نفسك فرصه كان لازم تستغلها. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه واللي انا استخدمتها هو انك تدور على اكتر مجال ملوش كورسات بره او كورساته موجوده بس غاليه جدا وتدخله. زي ايه؟ زي الاي اي مثلا، مجال جديد ومطلوب وكورساته نادره وغاليه جدا، وكمان لو بتدور على الفلوس فهو مجال من اكتر المجالات اللي بتجيب فلوس حتى الان بره مصر. بس ده مش موضوعنا. طب انا ليه بقول لك تعمل كده؟ دلوقتي انا عايزك تعتبر الجامعه دي اكنها كورس انت بتدفع فيه فلوس وعاوز تستفيد منه. فلو الجامعه بتاعتك بتقدم تخصص نادر بره ادخله وش، لان انت لو ما دخلتوش واستفدت منه في الجامعه وانت كده كده بتدرس في الجامعه هتندم لما تتخرج، لما تلاقي كورساته قليله ونادره، هتكتشف ان الفرصه كانت معاك وانت ضيعتها. ويا سيدي حتى لو ما عجبكش المجال انت ساعتها مش هتبقى خسران حاجه، انت هتبقى اتعلمت مجال مطلوب وبره تقدر تتعلم اللي انت عايزه من المجالات اللي كورساتها متوفره ورخيصه. عموما دي كانت وجهه نظري تجاه الموضوع، حبيت اشاركها معاكم. بس اهم حاجه اوعى تكون مش عارف لحد دلوقتي ان كان معاك عراقي من مصر، والسلام.